كانت تحمل حلم، تحمل العفة، تحمل البنات. 21 فتاة في عمر الندى خرجن يطلبن الرزق الحلال، فعدن جثثا محمولة على الأكتاف. 18 زهرة منهن قطفن في لحظة، قتلن بلا ذنب كأن الأرض ضاقت بفرحتهن. أهكذا يكون الطريق؟ أهكذا يكون المصير؟ دماء تراقص وضح النهار، لا على يد قاتل مأجور، بل على يد سائق مستهتر لا يعرف المسؤولية. سلمت له مركبة الموت بلا رخصة أو أهلية. وهنا لا تقف الجريمة عند ذلك السائق وحده، بل تمتد إلى مالك المركبة الذي علم علم اليقين أن ذلك السائق لا يحمل ترخيصا يجيز له قيادة هذا النوع من المركبات. انت لو راضي تتكلم عن نفسك بس. مش راضي؟ لا مش راضي. لا مش راضي على الحكم. ايه؟ تقول لي واحد يموت 18 ياخد 15 سنه. خد اقصى حكم. ده اقصى حكم. هو لسه هيعمل استئناف هيطلع. بص هو القانون ده كده اشد. خلاص كنت حكيت له الوزير بقى، كنت حكيت الوزير، انتوا تتكلموا دلوقتي كلكم صحتم. لا احنا عايزين بص كل الناس حزينه على المحاكم وكل الناس هي فعلا كل الناس حزينه.